السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده طبعا هنعمل مع بعض المحشي الكرنب الجميل اللي انتوا شايفينه ده. قبل ما تتفرجوا عليا، قبل ما تعملوا اي حاجه، معلش انا صوتي تعبان شويه. قبل ما تتفرجوا عليا، قبل ما تعملوا اي حاجه، تصلوا على النبي وتذكروا الله كده. طبعا احنا النهارده كنا هنعمل محشي كرنب. فانا حبيت كده اوريكم انا بعمل ازاي يعني محشي الكرنب وازاي بنلفه يعني، والطريقه اللي احنا بنعملها بيه. مش عايزه اقول لكم كان طعمه جميل جدا، وكانت ريحته كده جايبه اخر الشارع يعني. زي ما انتوا عارفين انا النهارده كنت عند اخواتي وعملنا يعني محشي كرنب وفراخ. وحبيت اوريكم كده واحنا بنعمل المحشي يعني بتاعنا. طبعا كان كل الخضار ده احنا كنا جايبينه من الغيط من جنب البيت يعني. كنا جايبين الكرنب والخضرة ما شاء الله كانت كتير كده زي ما انتوا شايفين. فكنا جايبين يعني الحاجات من الغيط يعني. فكان طعم الورق اصلا كان مسكر كده وهو مسلوق. فحبيت كده اوريكم طبعا الكرنبة بتاعتنا الجميلة دي كده واحنا جايبينها من الغيط وازاي بنقطعها. والخضرة برضو بتاعت المحشي. فاحنا جبنا حلة كبيرة كده وحطينا طبعا الكرنب. عايزة الكرنب يبقى مسلوق معاكي كويس ومش مهري معاكي، او مثلا ما يكون مش مسلوق كويس. لا، انتي بس هتحطي الكرنب كده في المية بتاعتك تكون مغلية، وتكوني حاطة فيها شوية ملح حلوين، وهتنزلي بقى كده بالكرنب بتاعك. واهم حاجة ما تأخريش عليه في المية عشان ما يتريش معاكي. يطلع كده زي ما انتي شايفاه مستوي كده وحلو، واللي هو ايه مش مهري يعني. بس ما تأخريش عليه يعني بالكتير قوي دقيقتين 3 دقايق بالكتير، وتطلعي على طول من المية علشان الكرنب بتاعك ما يتهريش معاكي. طبعا احنا كنا حاطين كرنبايه سليمة كده، فكنا بنطلعها ورقة ورقة يعني عشان نتأكد ان برضو ايه كل ورق من جوه الكرنبايه كده اتسلق كله يعني زي بعضه. وتطلعي بقى على حاجة عندك كده في طبق كبير او مصفى يعني زي ما تحبي. ودي بقى الخلطة بتاعت المحشي بتاعنا. كانت بصلة، كنا مقطعين يعني بصل زي ما انتوا شايفين، وحاطين طبعا شوية زيت. وطبعا انتوا عارفين المحشي ما بيتاكلش طبعا الا باللية او الدهن. فكنا حاطين له كده معلقتين دهن كبار يعني مع الزيت كده عشان بيطعموا طعم المحشي. حتى لو انت هتعملي جنبه لحمة او فراخ برضو ايه طعم الدهن ده بيبقى يعمل له طعم جميل كده. فطبعا ما اعذروني على صوتي عشان بس كان عندي برد. بس كده يا جماعة طبعا نزلنا كده بالتوابل. كنا عاملينه طبعا مشطشط، كنا حاطين له شطة كتير كده، وحاطين برضو فلفل اسود وكمون وملح. ما حطيناش اكتر من كده في قلب التتبيلة بتاعتنا في الطماطم يعني بتاعتنا. وسيبنا بقى كده الطماطم بتاعتنا تتسبك براحتها على النار، ولا حطينا بابريكا ولا اي حاجة. واحنا كنا بنعمل يعني كده كلنا مع بعض. كان انا واخواتي يعني كنا كلنا بنعمل مع بعض المحشي و... واختي كانت بتسبك وانا مثلا كنت بقطع الورق كده بوضبه. واختي التانية كانت بتعمل الخضرة، كانت بتغسل الخضرة يعني. بس فمسكنا بقى كده الورق قطعناه كده زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم ان توضيب الكرنب في ناس كتير ما بتعرفش توضب الكرنب. فانا حبيت اوريكم يعني واحنا بنوضب الكرنب انتي بتحشي الحته اللي فوق دي كده بتقصيها بالمقص وبتقطعيه بقى حتت صغننه كده بس. وبتقعدي بقى انت طبعا احنا ما بنرضاش نقطعه حتت صغيره لو احنا قاعدين بنلف. اوريكم دلوقتي برضو واحنا بنلف وازاي بنلف ورق الكرنب. ودي كده الخضره بتاعتنا كده واحنا بنقطعها. كانت عباره عن كزبره وشبت. كنا مكترين طبعا الخضره علشان انتوا عارفين الخضره في المحشي بتبقى جميله. ويا سلام بقى لما يكون الخضره بتاعتك صبحه ومن الغيط كده على طول بتبقى لها طعم وريحه يعني احسن من الخضره اللي مثلا بتبقى بايته عند الخضار وكده. بس ودي كده طبعا الشوربه بتاعتنا بتاعت الفراخ. كنا بنحط كده الفراخ، وهنا بقى الصلصه بتاعتنا كده بعد ما اتسبكت كده ما شاء الله يعني. نزلنا كده بالرز بتاعنا كنا غسلينه كويس جدا. ونزلنا كده بالرز بتاعنا كده في قلب الصلصه. وهتقلبي بقى كده شويه كتار، هتقلبي الرز بتاعك في الصلصه خالص لغايه اما الرز يتشرب الصلصه خالص. وبعد كده بقى في الاخر خالص هتحطي بقى الخضره بتاعتك حسب ما تحبي. عايزه تقللي عايزه تكتري زي حسب ما تحبي. بس نصيحه مني كل ما الخضره بتاعتك في المحشي بتكون كتير بيكون المحشي طعمه احسن يعني واحلى. بس كده هننزل بالخضره بقى بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده في قلب الخلطه بتاعتنا، وهنقلب بقى كله كده مع بعضه.
عايزاكي بقى كده اللي اول مره يتفرج على القناه بتاعتي ياريت يشترك لي في القناه ويعمل لي كومنت حلو كده، يشجعني فيه يعني. ما تنسوش اللايك، وياريت تشتركوا لي في القناه، قناتي اسمها ام العيال في البيت بيتي. وقبل اي حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي وتذكروا الله. طبعا بقى الخلطه بتاعتنا كده يا حبايبي ما شاء الله كده زي ما انتوا شايفين، ما فيهاش اي نقطه ميه ولا اي حاجه، وجميله كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله يعني. حطينا بقى كده الخلطه والورق زي ما انتوا شايفين، وقعدنا بقى كلنا كده نلف كده مع بعض عشان ننجز يعني. لفينا حله كده صغيره للولاد، وبعد كده مسكنا بقى بقيه الخلطه، كنا حطينا عليها كميه بقيه الشطه يعني، عشان احنا كنا عايزينه سبايسي قوي يعني يكون حراق. ولفينا بقى، لفينا يعني بقيه الحله التانية بشطه يعني، كنا عايزينه احنا يا كبار يكون مشطشط. فاحنا انت تعملي الخلطه عادي ما تحطيش فيها شطه خالص، لفي على قد ما بتلفي لاولادك، وبعد كده بقى بتحطي على الخلطه بتاعتك شطه، ولفي بقيه المحشي بتاعك يعني. على جنب هنا يا وش. بس كده يا حبايبي، انا حبيت كده اوريكم المحشي بتاعنا واحنا بيتلف. يا ماما تعالى جنبي. حبيت كده اوريكم المحشي يعني واحنا بنلفه، واوريكم يعني ورق الكرنب بيتلف ازاي. هو مش صعب خالص، هو سهل يعني، مش زي ورق العنب، فسهل يعني في لفه، مش زي ورق العنب بيبقى صعب شويه. قعدنا بقى كلنا كده نلف مع بعضينا يعني عشان ننجز ونخلص. هنخلص بقى اللف كده وهوريكم طبعا وانا بحط الشوربه للمحشي بتاعنا. اهم حاجه يعني عشان هو محشي الكرنب ما تكترلوش الشوربه قوي زي ورق العنب، بتبقى الشوربه معديه كده عليه. فياريت الكرنب ما تكتروش الشوربه قوي علشان ما يترش معاكي، يبقى نازل الصباع بصباعه كده، ميبقاش مهري معاكي او الرز طالع منه بره. فانا حطيت له كده طبعا الوش بتاع الشوربه اهم حاجه. وبعد كده بتنزلي بقى كده بالشوربه بتاعتك، بس اهم حاجه تكون بس باينه منه مش مغطياه. وتهزي الحله بتاعتك كده عشان الشوربه تنزل كده في قلب الحله من تحت، والمحشي كله يبقى مستوي زي بعضه. طبعا اول ما تلاقي الشوربه كده بكبكت كده في قلب الحله وبقللت كده، تروحي بقى موطيه بقى على المحشي بتاعك وتسيبيه بقى يستوي براحته كده على نار هاديه. هيبقى ما شاء الله كويس وجميل جدا. ده المحشي يعني كنا عاملين حلتين، فدي كانت حله استوت وحبيت كده ان انا اوريها لكم. دي اللي كانت ساده ما فيهاش شطه يعني، والحله التانية اللي الكبيره كنا عاملينها بالشطه. والفراخ بتاعتنا طبعا كده واحنا بنحمرها في الزيت هي كانت مستويه قوي، فكنت تحس ان هي مهريه شويه يعني. بس احنا حمرناها كده في الزيت يعني، ادينا لها. لو الفراخ بتاعتك حسيتي ان هي اتهرت منك في الشوربه، سيبيها شويه اكتر في الزيت علشان تبقى ماسكه معاكي شويه. كل ما تتحمر اكتر كل ما تبقى ماسكه معاكي شويه يعني. وده المحشي بتاعنا كده ما شاء الله. طبعا بعد ما حطيناه بقى كده ونزلناه من الحله سخن كده ما شاء الله، والفراخ وبالهنا والشفا زي ما انتوا شايفين. ويا ريت اللي اول مره يشوف القناه بتاعتي يشترك لي في القناه، يعمل لي كومنت حلو كده. ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.